نظرة فنية بقى على أحداث مباراة الزمالك في الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة يا جماعة نادي الزمالك أصبح من بعد ما مشي أوسيريو. هو كان حظه وحش جدا، هو مدرب كويس وكل حاجة، لكن كان حظه وحش جدا مع الزمالك. أوسيريو بعد ما مشي معتمد جمال مسك ماتش بيراميدز وتعادلنا، ومسك ماتش تعادلنا 3-3 وكسبنا بلينات طبعا في الكاس، وحققنا المطلوب في الكاس. مسك في أفريقيا أبو سليم وكسبنا 1-0. مسك النهاردة في الدوري وكسبنا مودرن فيوتشر 2-0. إذا الأداء فيه تصاعد. نمسك حاجة تحليلية كده، أنا ملاحظ إن يعني الزمالك دي حاجة جميلة جدا جدا جدا، إن هو آخر 3 ماتشات جايب 4 أهداف من ضربات ركنية، وكأن الضربات الركنية بالنسبة لنا أصبحت زي ضربات الجزاء. في منكم اللي لعب اليابانية زمان، كان بالنسبة لنا واحنا بنلعب اليابانية دي كانت ضربات جزاء. هو الزمالك بيعملها دلوقتي البلاي ستيشن 1 طبعا، للجيل اللي هو زي مش الجيل الجديد يعني. كان بنلعب جاب كل ضربة ركنية حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان بقت حاجة خط، حاجة مميزة لينا احنا. لو تفتكروا في ماتش بيراميدز، الهدف الأولاني اللي احنا جبناه في الدقيقة 90، رفعها زيزو، لعبها ناصر منسي براسه، وصلت لتونجا براسه، جاب منها جون التعادل. هدف جون التعادل بقت 1-1. الجون التالت زيزو رفعها، كل ده في ماتش بيراميدز لسه. زيزو رفعها، جابها ناصر منسي براسه، وادي جون التعادل، ولعبنا ساعتها ضربات جزاء وربنا كرمنا وكسبنا. نيجي بقى الماتش اللي بعده، ماتش ابو سليم، طبعا زيزو رفعها براس اوباما، جول. ادي كده 3. النهاردة نفس القصة، زيزو رفعها، لعبها رؤى بالكعب، عبد الغني بيشوطها لتحت طبعا، يعني يعني تسديدة مدافعين، بس الحمد لله ربنا كرمنا. حتى جنش نفسه اتفاجئ هو ايه اللي بيحصل ده، فصدها رجعت نضاي، شاطها في الجون الفاضي، فربنا كرمنا. اذا في موضوع ان احنا عندنا آه، ميزة في موضوع الضربات الركنية دي، حاجة مهمة جدا جدا، وهي أحد الحلول اللي من خلالها نقدر نكسب. فدي حاجة مميزة جدا. الفترة القادمة بقى إن شاء الله بإذن الله هيتم فك القيد، لأن ده مطلب جماهيري. الناس كلها بتسأل من دلوقتي، طب هو القيد ليه ما بيتفكش من دلوقتي؟ لا يا جماعة، هو القيد دلوقتي هيبقى فيه أولويات. القيد هيتفك أولا من إن شاء الله بإذن الله على بداية يناير. لأن أنا دلوقتي فكيت القيد، ماشي، استفدت أنا إيه دلوقتي؟ أنا ما استفدتش أي حاجة. أنا عايز أفك القيد، وبعد ما أفك القيد نادي الزمالك يبدأ بقى إيه، يشوف هيضم مين ويمشي مين. تمام. وانا عايز اقول لكم ان ان شاء الله باذن الله الزمالك بس يحط رجله في دور الثمانية، دور الثمانية بس يضمن بس كده هو دور الثمانية خلاص. لان كده كده السنة دي احنا خدوا بالكم هنلعب اول 4 ماتشات في 2023، في ماتشين في المجموعات هتلعبوا ما بعد كاس افريقيا اللي هتتلعب في كوت ديفوار. فانت عندك اول 4 ماتشات منهم للزمالك هنا اصلا، منهم اول 3 ماتشات في مصر، اخر ماتش الرابع ده سجرادة هناك في انجولا. فانت يا دوبك جمعت 10 نقط او جمعت 12 نقطة، فانت ضمنت الصعود كأول او كتاني. طبعا احنا عايزين نطلع اول عشان يبقى موجود في دور الثمانية، نلاعب حد من تواني الكونفدرالية المجموعات التانية، وكمان العودة تبقى على ملعبنا. فان شاء الله هنبقى عايزين ان احنا نبقى الاول. فهيبقى في صفقات كتير هتيجي ان شاء الله بإذن الله. والنهاردة شفنا مداعبات ومشاغبات مع جمهور الزمالك، وهو بينادي لعمر كمال عبد الواحد وعايزه يجي الزمالك إن شاء الله. فطبعا خدوا بالكم الباب مش مقفول، هو عمر كمال عبد الواحد ليه طلبات عايزها، وليه حاجات هو عايزها، فلو اتنفذت خلاص، متنفذتش تمام. بس هو في عيب بس في قصة إن أنت كزمالك أو كأهلي أو بيراميدز أو فيوتشر، لو هتضم أي حد، أي حد من الأربعة هيضم أي حد من الأربعة، مش هيلعب معاه في أفريقيا. فعشان كده لازم مهم وحتما ولازما ان انت تبص بره الانديه دي عشان خاطر تقدم القايمه بتاعتك. بس كنت عايز ده اللي اتكلم فيه، مميزات الزمالك في الفتره الاخيره، ومستني دعمكم واللايك والسبسكرايب، واشكركم جدا جدا، وكل التوفيق لنادي الزمالك في ماتشنا القادم.